السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الكرباج. عيد سعيد، ونادي الاهلي ادانا العيدية وفاز على نادي الرجاء المغربي 2-0. الحقيقة نتيجة كويسة. هنتكلم عن مباراة، بس الاول نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الحقيقة المباراة كانت مباراة قوية، والخصم خصم قوي ومحترم جدا. والمدير الفني للرجاء منذر لكبير، الحقيقه مدير فني محترم جدا، وقدر يقفل الملعب ويقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي. وزي ما سمعنا معلق في جزئيه كده في المباراه، قال منذر لكبير قفل على كهربا وبيرسي تاو فسجل حمدي فتحي وعبد المنعم، وهذه مقوله صحيحه، وده فعلا اللي عمله كولر وانتصر بهذه الطريقه وبهذه العقليه. الحقيقه النادي الاهلي ظهر بشكل جيد جدا وشكل محترم جدا، اداء فعلا متميز، لكن طريقنا للنهائي صعب. مباراة الرجاء هتكون مباراة صعبة. نتيجة 2-0 نتيجة كويسة، لكن مش نتيجة تخليك ضامن او مطمن، وفي نفس الوقت مش نتيجة يعني تقلقك قوي. لكن في ميزة ان الفرقة دي ما قدرتش تسجل على ملعبك ولا هدف، وده هيخليك في مباراة العودة تضغط عليهم طول المباراة، بحيث ان هو في اي وقت هو خايف ان انت تسجل هدف هتضيع كل اماله. وده ان شاء الله اللي احنا نحاول نعمله ان شاء الله في اول دقائق المباراة. طبعا المباراة هتبقى يوم السبت القادم. الحقيقة في ايجابيات كتير جدا في المباراة وفي اداء الاهلي. السولية، عمرو السولية ادى اداء كويس قبل ما يخرج. حمدي فتحي نزل اداء رائع. مروان عطية وديانج في نص الملعب عملوا اداء هايل. خط دفاع الاهلي طبعا كهربا كان مقفول عليه، زي ما قلنا كهربا وبيرسي كان مقفول عليهم تماما. حسين الشحات حاول، لكن برضو ما كانش في الحالة بتاعته النهاردة. ان شاء الله في المباراة القادمة يكون كل الفرقة في كامل الفورمة، ويكونوا كلهم في كامل التركيز، علشان ربنا يسهل ان شاء الله. اللي هيفوز بنسبة كبيرة هيلاعب الاهلي، لو فاز ان شاء الله بنسبة كبيرة هيلاعب الترجي، لان الترجي فاز 1-0 خارج ملعبه. وطبعا صن داونز حجز، اعتقد هو يعني ضمن، فاز 4-1 على شبيبة القبائل في الجزائر. طبعا نتيجة هي الاكبر. في صن داونز فريق الحقيقة فريق قوي وفريق مرعب. ان شاء الله البطولة دي تكون رقم 11 للنادي الاهلي. النادي الاهلي اتعود دايما يقف قدام الصعوبات، وان شاء الله مش عايزين نطول عليكم. كانت مباراة حلوة، والنادي الاهلي فرحنا وعيد علينا، وان شاء الله عندنا مباراة العودة وعندنا مباراة الزمالك. يعني دول المباراتين الاهم في الفترة اللي جاية. مباراة هتودينا تقربنا من البطولة الافريقية رقم 11، والمباراة التانية هتكون لقب سوبر ان شاء الله يبقى موجود في خزنة النادي الاهلي. وعيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.